عسلامة مدام. عسلامة مرحبا. عسلامة مسيو. عسلامة مرحبا بكم. مرحبا بكم انتم زايدة. حابين نشوفوا التوانسة كيفاش قاعدين يعيشوا فترة تحضيرات شهر رمضان المعظم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة لتحضيرات رمضان إن شاء الله ربي يقوينا الصائم على الصيام وعلى القيام وعلى الطاعات قبل الماكلة وقبل كل شيء. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه. الحمد لله يا ربي. إن شاء الله ربي بشرنا رمضان لا مفقودين ولا فاقدين يا ربي. وشنو تحضيرات شريط جلباب ومحرمة للتراويح سجادة جديدة حاجات هكا. نشجع في ولادي بصراحة، نقول لهم جاي رمضان جاي رمضان. رمضان اللي تعدى فقدت فيه أمي الله يرحمها. الله يرحمها وينعمها. الله يرحمها. إن شاء الله رمضان اللي فات في العشر الأواخر من شهر رمضان إن شاء الله الشهر هذايا إن شاء الله العام هذايا يكون كله طاعات وكله كله خير وبركة يا ربي، ونزل ربي علينا البركة. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر غزة بصراحة، وربي إن شاء الله يبارك لهم. والله باش نبكي على غزة ولا صغارها ولا صغارهم. حسينو كي نتفرج بصراحة ما عادش نطيق، بصراحة ما عادش نطيق. حاجة ذيك أكثر حاجة مأثرة فيها. كي نراهم هكاكا معناتها فك لطفي ربي فك الميزيريا والقتل والدمي والضرب والواحد والقصف. والله ما خممش على روحي جمله في رمضان، هذا خمم كان عليهم كيفاش باش يعديوه. تلمو معناتها منظر يرعب. الحمد لله يا ربي احنا في تونس رانا في خير وفي نعمه وخيرنا مقدس، مش ربي انعم علينا وربي شقال فاما بنعمه ربك فحدث. احنا رانا في نعمه في خير في ديارنا في ملكنا في راقدين مرتاحين. شو نقول لك يا ربي ان شاء الله يبقي علينا الستر وعلى اولادنا. الحمد لله انا متفائله برشا في تونس ومتفائله برمضان ومتفائله بخير اللي عنا. ونخلي لكم الكلمه لزوجي هو افقه مني. خليك انت معانا ونزيدوا ناخذوا الكلمه من عند زوج. مرحبا بكم. يعني في رمضان هو شهر الرحمه وشهر القران وشهر العمل الصالح وشهر خدمه الوطن وخدمه الانسان لنفسه ولعائلته والناس الكل. ان شاء الله معناها نكونوا احنا في رمضان في المستوى. شنو حضرنا لرمضان؟ حضرنا كان الخير والبركه ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعاوننا على قيامه وعلى يعني احتساب الاجر لله عز وجل وعلى الصدقه وعلى الاحسان وعلى تقديم الخير في رمضان للناس الكل، وبقدر الطاقه وبقدر اللي ما ثم في جيب ان شاء الله. ان شاء الله يكون يعني التجار ما يغليوش علينا اللحم وما يغليوش علينا الخضره ما يغليوش علينا المعدنوس والحوت وما الى ذلك. يعني خاصه وان شهر رمضان ولا عندنا في تونس شهر الاحتكار، شهر زياده الاسعار، شهر النقمه على اخوك المسلم، شهر يعني يعني الاستغلال يعني الفرصه وليس لتسهيل الحياة وتسهيل الصوم على المسلمين. خاصة أننا احنا نفكر في ضعاف الحال وليس اللي عنده فلوس. اللي عنده ما يخافش يشري كيلو اللحم 50,000 نورمال، لكن اللي ما عندوش هو المشكلة، هو اللي في حاجة إلى باش نساعدوه، سواء كان في فاتورة الضوء ولا فاتورة الماء ولا في كيلو اللحم أو كيلو الدجاج أو غير ذلك. مدام تحب تقول حاجة؟ نحب نقول حاجة، نحب نوجه تحية ونشكر برشا خواتي ونقول لهم نحبكم برشا. بعد على بعضكم انتم وين هما؟ في الخارج. عندي خوتي في الخارج. ان شاء الله ربي يلم شملكم. بارك الله فيك بارك الله فيك. نزيدوا شويه مازلنا شويه. عندكم صغيرات ولا؟ انا صغار زوز ولاد يعني واحد يقرا في الفاك والاخر يقرا في التعليم الثانوي، يعني السنه الثالثه ثانوي. ان شاء الله ربي مانا يوجههم خير. ان شاء الله. بالنسبه للي عندهم صغيرات معناها مازالوا ما وصلوش لفتره البلوغ، كيفاش تنصحوا انه والديهم يسنسوهم بالصيام بشويه بشويه؟ احنا يصوم باش يبداو يصوموا نص النهار وبعد يصوموا نهار كامل كيما احنا قبل، وبعد يلفقوا بكل حبل يلفقوا لهم بكل كبه وكل كذا، وبعد بشويه تجربه هي اوليه، وبعد يوليوا يعني يصوموا نهار كامل وبعد يصوموا شهر كامل. يعني من الصغرى حتى ما يصيرش كما تو الكثير من الكبار تو ولاو فاطرين، وربي يهديهم وربي يهدينا الناس الكل، وحنا ماذا بينا الناس الكل تصوم
وماذا بينا الناس كل ترجع إلى الله حتى يتقوى إيماننا ويتقوى أمتنا، وراء الأعداء أكثر من اللازم. فالمسلم والإسلام أصبح هو يعني مكان الذي توجه إليه السهام، والمسلم هو عدو، أصبح للغربي، أصبح عدو للإنسان الهندوسي، أصبح عدو للإنسان الصيني، أصبح عدو للإنسان الروسي. إذا كل الأمم الأخرى تواجهنا، وإحنا باش نقوي روحنا كان بالإيمان، ولا قوة غير قوة الإيمان. والإيمان باش يقوى بالعمل الصالح بالصيام، والصيام مدرسة تربوية نتعلم فيها الخير، نتعلم فيها الصبر، والصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. فالصبر نتعلموه من مدرسة الصوم، وناخذ شطر الصبر من مدرسة الصوم، والباقي يلزمنا نزيدوا نقويوا في طاعات أخرى تعاوننا باش نولي عندنا الصبر كامل. فالحياة كلها صبر ومصابرة. بيه العبد شي يربي ولاده، راهو أول حاجة أنا نصيحة نقولها للناس الكل، اللي يحب يربي ولاده بصراحة يتربى هو قبل بالحق. كان إنسان بوه وأم في الدار لا يصليوا لا يصوموا لا يخموا نهار باش يحجوا لا أي حاجة، صدقة تصدق صدق قدام ولدك، تحب تصلي صلي قدام ولدك، تصوم وتحط الطاولة وتلم ولادك من اللي صغار، من اللي يبدا بيبي هو معاك فوق الطاولة. احنا صايمين هكا الصيام، هكا نشق الفاطر، وقت نشق الفاطر في الظهر في العصر لا في المغرب. الناس الكل يلزم العائلة هي اللي تربي، وتربي تكون هي قبل الأم والبو هما قبل المتربيين. كان البو مثلا في عالم آخر ولا الأم في عالم آخر راهو زايد راهو، ولا كيش تعمل الأم. فما هو الناس سبحان الله كي يخرجوا ويسمعوا الاذان ويسمعوا العباد راهو العباد تصلي وكل يروحوا لوالدهم يقولوا لهم يا اخي راهو فما جامع راهو فما صلاه راهو فما صيام. ساعات والله كي الصغير كي يكبر يولي يربي في والديه، فهمتي؟ فما برشا. اما راهي الاسره عندها دور كبير في تربيه الصغار، باش هو الاول هو يبدا بالطاعه قبل. تو وحده صغير يولي يقرا، انت تشد مصحف في دارك وتقرا، ولدك يجي يفكهولك ويطلع عليه ايش فيه، وكاين انت ما تمدوش بكل وما تحلش وما تراش، كيفاش باش يقرا صغير القران؟ ما عندوش حتى مصحف في الدار، مش باش يقرا، حتى يمشي للمكتب ويتعلموا بالغلط ويتعلموا ويدخل الجامع ويبدا باهت في العباد اللي يعرفوا وما يعرفش. يعلم ولدك يا ولدي من يرجعوا الكتاب زاده، يرجعوا الكتاب. عندنا الكتاب ما شاء الله نقريو في القران. احنا في بلادنا عندنا جمعيات والمدارس وعندنا كل شيء نقريو، ولادنا يقراوا ما شاء الله عليهم 3 سنين نقريو فيهم في القران. ونسينا ما شاء الله يقراوا في القران. عندنا جمعيه مزار عبد الرحمن ولايه بنزرت ومازال جميل، ولايات لكل الصغار البلدان الصغار هذوما كل عندنا القران من الصغير يدخل الابتدائي، وعندنا الكبار وعندنا نساء كل شيء عندنا موجود. ما نقولوش احنا مقصرين، لا، هو الولي يلزم يهز صغيره ويجري به ويوريه مسؤوليه. لا الولي هو عنده دور. يعطيكم الصحة. نخلي لكم الكلمة الأخرى، الكلمة الأخيرة. بالنسبة للكلمة الأخيرة معناها اللي هي ربي معناها إن شاء الله يطعم يعني أهل غزة من جوع ويسقوهم من عطش ويقويهم ويخفف عليهم وينقص لهم يعني ويوقف عليهم هذه الحرب الغاشمة، الحرب يعني الغير العادلة، الحرب اللي نتمناه أن العالم الحر يولي حر بالحق. خاطر العالم الحر الظهر اللي هو مش حر، واللي هو يعني ما يلزموا معناها دينامو جديد، يلزموا حركة جديدة باش يرجع للحرية ويرجع للإنسانية ويخرج من عالم التفاهة. ولكن باش يخرج من عالم التفاهة يولي حر. أما كان شقة في عالم التفاهة عالم هوليود مش يبقاش حر جملة. والسلام عليكم. نخليكم في امان الله وربي معكم وربي يعينكم وميرسي بوكو. بيا توا نوعيو بعضنا كل مره، حتى هنا تو كي يتفرجوا في عباد يسمعوا كلام يمكن يستفيدوا منه ويستفيدوا زاده من كلام زوجي. ان شاء الله ربي يهدينا وان شاء الله اللهم بلغنا رمضان. امين يا رب العالمين. شكرا مدام.